السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فتة الشاورما اللي بتتعمل في اشهر المحلات السوري والمحلات الدمشقي بطريقه مظبوطه جدا، وازاي تطلع معاكي بطعم المحلات بالظبط وكمان احلى كمان. طبعا الحاجه اللي احنا بنعملها في البيت بتبقى انضف واحلى من المحلات الف مره، بس طبعا احنا بنحب ناكل في المطاعم علشان الطعم والنكهه المميزه. ازاي النهارده هنوصل ليها باذن الله في البيت؟ هنعملها باسهل طريقه جدا، وكمان هنعملها بطعم يكون ملائم جدا للمحل، وازاي ندخل المطبخ بتاعنا ونخرج في اقل وقت ممكن، وتكون الوصفه بتاعتنا موجوده. بس لو انتوا حابين تعرفوا عليا، انا اسمي عبير ودي قناتي وصفه صحيه واكله اقتصاديه. انا تشتركوا في القناه علشان باذن الله فيها فيديوهات كتيره يعجبكم. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الوصفه بتاعتنا ازاي النهارده. اول حاجه كده عشان ارتب نفسي في المطبخ، ايه اكتر حاجه بتاخد وقت؟ هيكون هو الرز. هنعمل الرز بتاعنا هيكون رز ابيض بالرز المصري عادي خالص. اول حاجه احط حله على النار، احط فيها معلقتين 3 من الزيت، تقدري تستخدمي زيت وسمنه او زيت وزبده زي ما تحبي. وبعدين هغسل نص كيلو رز كده ومش هنقعه لان الرز المصري ما بيتنقعش. هبدا احطه في الزيت بعد ما يسخن كويس، وبعدين هنزل عليه بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر زي نكهه بس، وبعدين بنص معلقه من الملح. اشوح الرز جدا لحد ما يبقاش فيه اي بخار ميه، ودي خطوه مهمه جدا عشان الرز بتاعي يطلع مفرفر معايا وما يبقاش معجن، وكمان بيبقى لازق في بعضه خالص. بعد كده بقى انا عندي هنا ميه تكون بتغلي، هبدا انزل على الرز بتاعي، ويفضل ان يكون ميه سخنه علشان خاطر تساعد عمليه التسويه بتاعتي. طبعا عارفين ان الرز المصري بياخد مقدار عقله واحده فوق مستوى الرز، ميه او شوربه على حسب ما المتاح عندك. هظبط بقى الشوربه بتاعتي او الميه، واظبط كمان الملح بتاعي، وكده خلاص هغطي عليه النار وهسيبه اول 10 دقايق على نار عالية. وبعد كده اول ما الاقي المية بدأت تختفي كده من عليه، هبدأ اهدي النار واركنه على جنب. في الوقت اللي انا هديت فيه على الرز، النار على الرز، حطيت مقلة على النار وقطعت وحطيت فيها زيت يسخن كويس، وبكان عندي هنا عيش شامي مقطعاه صغير كده بالمقص زي ما انتوا شايفين. وبعدين هبدأ دلوقتي اقليه في المقلة. اقدر استغنى عن الخطوه ديت بان انا اضيف له كده معلقتين 3 من الزيت او الزبده واحطه تحت الشوايه بتاع الفرن يبدا يتحمر معايا. لكن انا بصراحه بستسهل الطريقه ديت علشان خاطر ما تبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه. لا، الطريقه ديت بتخلي اللون بتاع العيش بتاعي كله يكون موحد. تقدري تعمليه في الفرن او تقدري تعمليه في المقله زي ما انا اوريكم كده. انا عملت هنا نص الكميه، هعمل كمان مقله كمان معاكم. وبعدين هنبدا دلوقتي هنطلع العيش بعد ما نحمصه ونحاول نخليه ما يغمقش معانا قوي علشان ما يمررش معانا، ده اللون بتاعه. في نفس الطاسه برضو هحط فيها معلقتين من الزيت كده، او في اي مقله حاجه موجوده عندك. عندي هنا صدور فراخ انا مقطعاها تقطيعه الشاورما. هبدأ أول ما الزيت بتاعي يسخن كويس جدا، هبدأ أنزل على طول بالصدور بتاعتي، ومش هحاول أقلبها إلا ما تبقى تاخد اللون الأبيض علشان خاطر ما تنزلش السوائل اللي فيها وتحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعتها. بحب دايما لما أنا أحط اي لحوم او اي اسماك او اي حاجه انزل عليهم نوعين اتنين من البهارات. اول حاجه اللي هو الجنزبيل البودر او الفريش، وانزل عليها كمان الفلفل الاسمر، بيغير النكهه بتاعت الريحه بتاعتها، وكمان بيخلي لو في اي زفاره او اي حاجه موجوده فيها دي بتتلاشى تماما. بعد كده بقى حطيت كمان نص معلقه من القرفه ونص معلقه من الكاري، او لو انت عندك توابل فراخ او توابل شاورما تقدري تضيفيها، بتدي نكهه وطعم جميل جدا. طيب انا ما عنديش التوابل دي كلها، هبدأ اضيف مكعب من مرق الدجاج برضو بيدي نفس الطعم والنكهة الجميلة بإذن الله. بعد كده بقى هبدأ اضيف هنا عندي بصلاية مقطعاها كده جوليان او حلقان. هبدأ اضيف البصلة ديت بعد ما اتأكد ان الفراخ بتاعتنا دخلت في 3/4 سوا. اول ما اضيف البصل على طول هبدأ اضيف بقى الملح علشان خاطر يدبل معايا البصل ويبقى محتفظ بالشكل بتاعه، بس ما يتحمرش، لا يدبل بس معايا البصل. وبعد كده بقى في الوقت اللي انا هسيبها يدبل فيه ده، هبدا اقطع هنا عندي هنا فلفل الوان، هبدا اقطعه. لو انت حابه تعمليه سبايسي او حامي براحتك خالص، عايزه تعمليه بارد برضو براحتك خالص. عندي فلفل الوان اصفر واحمر كده بدات اضيفه. لو كمان عندك فرز مفيش اي مشكله. الاكله اللي على النار، الطبخه اللي بتبقى على النار ما بتفرش معايا
معاه الفلفل إن كان فريش أو فروزن. على ما إحنا خلصنا العيش وخلصنا كمان الشاورما، كان الرز بتاعنا اتشرب وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله عليه، الرز متشرب كويس جدا ومفرفر وطالع واحدة من واحدة كده. يبقى احنا في تلت ساعة حمرنا العيش وكمان عملنا الرز بتاعنا بياخدش اكتر من تلت ساعة على النار، وكمان عملنا الشاورما. اخر مرحلة بقى وهي التومية. انا عندي هنا نص كوباية من اللبن، عليها نص كوباية من النشا، وكمان معايا هنا كوباية من المية. هبدأ بقى أضيف النشا والمية واللبن على بعض كده على البارد وأقلبهم كويس جدا، وبعدين هبدأ أرفعهم على النار. هركن بقى التوم والليمون والخل على جنب، وكمان في نص كوباية من الزيت، بس أنا نسيت أضيفها دلوقتي وأنا بعملها. الزيت هنحطه في الآخر. هبدأ بقى أقلب المية والثوم، المية والنشا واللبن على النار لحد ما يبدأ يبقى قوامه تقيل زي ما احنا شايفين كده زي المهلبية. وبعدين هبدأ اخده دلوقتي واحطه في شفش الخلاط علشان خاطر نضيف بقى هنا بقية المكونات. نخلي بالنا ما نتقلش التومية قوي علشان خاطر هي لما بتبرد بتتقل معانا. عندي هنا فصين 3 كده من التوم يكونوا كبار، وتقدري تحطي من اول فصين لحد راس كبيرة من التوم، قيمة مثلا نص كوباية توم ولا حاجة، على حسب ما انت بتحبي التوم قد ايه. احط كمان معلقه خل كبيره، واحط كمان عصره ليمونه كبيره، وبعدين اضربهم كويس جدا في الخلاط في الاول. واول ما الاقيهم امتزجوا كويس جدا مع بعضهم، عندي هنا نص كوبايه زيت او اقل شويه كمان. هبدا اضيف الزيت بقى زي سرسوب رفيع كده لحد ما يبدا يخفف معايا القوام بتاع التوميه، وهوريكم القوام بتاعها في الاخر بيبقى عامل ازاي. اضربهم كده لحوالي لمده 5 دقايق ولا حاجه، وبعدين هبدا اقدمها تطلع بالشكل اللي معاكم ده. هي سايله دلوقتي خالص، لكن لما بتسيبيها شويه وتركنيها على جنب بتبدا تربط معايا. مفيش اي مشكله خالص. برضو بنبدا نفككها كده بالمعلقه ونقلبها، ممكن نحط لها معلقه من اللبن او ندفيها على النار، هتبدا تفك معانا بكل سهوله. ده شكلها بعد ما خلص. دلوقتي بقى هنبدا نقدم الشاورما بتاعتنا، فتة الشاورما بتاعتنا. ان شاء الله جربوها بالطريقه دي باذن الله تعجبكم. هنضيف الاول كده الرز، بيبقى في قاع كده الطبق اللي احنا نقدم فيه، وبعدين نبدا نضيف عليه الصدور بتاعه الفراخ الشاورما اللي احنا عملناها. وتقدري تعملي الشاورما ديت بوراك او بصدور زي ما تحبي. بعد ما ضفناه كده بقى هيبقى هنضيف بقى العيش المحمص على جنب زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة الطبق ده لو احنا كلناه في اي مطعم هيكون بمبلغ وقدره، لكن احنا عملناه هنا في البيت بصدر فرخة بس. عملنا يعتبر وجبة غذائية متكاملة جميلة جدا، وكمان ما كلفتناش نص التكلفة اللي احنا عايزين. التقديم بقى زي ما انت عايزة، حابة ترشي كده التومية على الفتة براحتك، عايزة تحطها طبق جانبي برضو براحتك. انا قدمتها كده، وقدمت برضو جنبها التوميه للي حابب ان يزود التوميه. كان عندي هنا كزبره خضراء، بدات برضو اكسر بها اللون كده بتاع الفته، وده بقى شكل الطبق النهائي بتاعنا. اتمنى تجربوا فتة الشاورما دي بالطريقة دي بإذن الله تعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير فيديو لو الفيديو عجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا جربتوا الفتة دي قبل كده ولا لأ، وتصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.